السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة حبايب قلبي جايبه لكم مشروب عجيب جدا. المشروب ده احنا كنا عملناه قبل كده في رمضان، لكن طبعا طريقة استخدامه هتختلف خالص بعد رمضان. والمشروب ده لما عملناه في رمضان الحمد لله بفضل ربنا طبعا الفيديو بتاعه وصل ل1,600,000 مشاهدة، وناس كتير قوي مبسوطة منه. ودي الصورة بتاعته اللي انا حطاها دي بتاعت القناة في رمضان كنت منزلاه، وزي ما قلت لكم اهو واضح قدامكم انه وصل ل1,600,000 مشاهدة. لكن طبعا في رمضان كنا بناخده مرتين، لكن دلوقتي الوصفة بتاعته هتختلف بعد رمضان. هنعمله دلوقتي تاني مع بعض وهنقول طريقة استخدامه ازاي، ويلا بينا نقول مكوناته ونعمله مع بعض عشان اللي معرفوش برضو في رمضان يعرفوا ويعملوا معانا بإذن الله، لانه جميل جدا وبيجيب نتيجة رائعة جدا. المكونات بتاعته معانا هنحتاج لليمونة وهنقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنحتاج لحزمة او ربطة من البقدونس. بقدونس يا حبايب قلبي اللي هو ده اهو، ده البقدونس. هنحتاج حزمة منه وهتقطعيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنحتاج كوب واحد من المية. هنحط المكونات بتاعتنا. ادي ربطة البقدونس بتاعتنا بعد ما غسلناها وقطعناها بالشكل ده اهيت. ادي ربطة البقدونس بتاعتنا، وهنحتاج الليمونة اللي احنا قطعناها شرايح بالشكل ده. هنحطها كده وادي كوباية المية بتاعتنا. دي كوباية مية اهيت. كده احنا حطينا المكونات كلها على بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو انتي عايزة تحطي زنجبيل على الوصفة بتاعتنا دي حطيه، وهيجيب لك نتيجة رائعة جدا برضو، وهيبقى سريع جدا اسرع كمان من انك ما تحطوهوش. يعني لو عايزة تحطي معلقة زنجبيل، ادي دي معلقة زنجبيل اهيت هنحطها برضو عليه. لو انتي مش عايزة تحطي زنجبيل وبيتعب معدتك او حاجة، الزنجبيل طبعا احنا عارفين فوائده، بيحرق الدهون وبينزل الدهون وبينزل الوزن بطريقة رهيبة جدا. احنا دلوقتي حطينا المكونات كلها على بعضها، هنقلبها كويس جدا وهنطحنها في الخلاط بتاعنا، وهرجع لكم واوريكم بعد ما طحنتها حبايب قلبي. وده المشروب بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط وبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. ده الكوب بتاعنا ضربته في الخلاط وصفيته. طريقة استخدام الكوب بتاعنا ده تشربيه ازاي؟ قبل كل وجبة تشربي كوب ان شاء الله. في رمضان كنا بنشرب كوبين اتنين، كوب قبل الفطار وكوب قبل السحور. النهاردة بقى الوصفة بتاعتنا هنشرب المشروب ده 3 مرات، مرة قبل الفطار، مرة قبل الغداء، مرة قبل العشاء. وان شاء الله يجيب فوائد جميلة جدا معاكي، وان شاء الله تخسي لا يقل عن 7 كيلو بإذن الله في الاسبوع، او 5 كيلو حسب استجابة الجسم للرجيم اللي احنا بنعمله. حاولي تقللي من السكريات برضو، ما تاكليش سكريات كتير، وحاولي برضو اي اكل فيه دهون بلاش، برضو اي اكل فيه دهون، وهيجيب نتيجة جميلة جدا معاكم. ودي كانت وصفتي النهاردة حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. وطبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه باذن الله. واللي ما اشتركش معايا اتمنى انه يشترك معايا باذن الله ويفعل الجرس. واستنوني الوصفة الجاية في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي.